أيها الجيل، أيقظ بصرختك القوية أمة خطف الكرامة من حماها خاطف. في عصرنا دوامة لم يزل يسقط فيها الذئب والثعلب، يسقط فيها غاشم ظالم وسادر في لهوه أجدب، وواهم خدره وهمه جنى عليه المال والمنصب. ادع إلى سبيل ربك وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، وقف خطى نبيك وقوفا مع المظلوم حتى يأخذ حقه، ومع المعتدي حتى يقتص منه، وتصديا للمفسد حتى يقف عن باطله، وإغارة على المنكر حتى يتم تغييره. إن أمة يقع فيها الإفساد فيجد من ينهض لدفعه، أمة ناجية، وأمة يظلم فيها الظالم ويفسد المفسد فلا ينهض لدفع فساده أو ظلمه، أمة بنجاتها مقامرة يوشك أن يعمها الله بعذاب من عنده. فاصرف قواك لمن يحارب شرعنا من كل ذي كيد له وعداء، وابرز إلى الميدان وأمر بالهدى وانهى عن العصيان والفحشاء. لا تترك الميدان للسفهاء، ما أكثر اليوم الدعاة إلى لظى وأقل من يدعو إلى البيضاء. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، وكل امرئ يصبو إلى ما يشاكله. بلغوا رسالة الله ولا تخشوا أحدا إلا الله، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فالأمر بالمعروف في ديننا شعيرة يصفو بها المشرب، والنهي عن منكر أفعالنا لولاه لم يسلم لنا موكب، والروض لا يبقى على خصبه إن غاب عنه العارض الصيب. يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لا تختلفوا فتهلكوا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ليس الشقاء بزائل عن أمتي حتى يزول تفرق وتحزب. إن أعداء الأمة يسعون جاهدين في الوقيعة والمكر بأهل السنة، لينشغلوا بالحرب بينهم عن الحرب مجتمعين على عدوهم. فعلى كل طريق للهدى أوقد الطاغوت تنور عداء، ولذا فرقتنا لا تنتهي قبل أن نعلن لله الولاء. سنة الله لا تحابي أحدا، ورضا الأعداء ليس ضامنا، وعند التفرق تقود الجرب وتهب النكبا. فليكن أمامنا دائما طلبا للمصلحة العليا، ولو تحققت على يد من يخالفنا من إخواننا قول ربنا: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وإذا الحبيب أتى بذنب واحد فلديه 1000 يد أمامي تشفع. أيها الجيل، لا تعدلن بقول الله قول فتى، ولا بسنة خير الرسل قول غبي. تعويلا على نصوص الوحي بفهم من أنزل عليه الوحي، قل إنما أنذركم بالوحي. في كتاب الله ما يرد على كل ذي هوى لو تدبرنا، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. هذا ابن عباس يستهل مناظرته للخوارج بقوله: جئتكم من عند أصحاب رسول الله وليس فيكم منهم أحد، وعليهم نزل القرآن وهم أعلم بتأويله. ما تنقمون على علي؟ قالوا: حكم الرجال والله يقول إن الحكم إلا لله. فقال كاشفا سوء فهمهم لكتاب الله: أرأيتم إن أتيتكم من كتاب الله ما ينقض قولكم أترجعون؟ قالوا: وما لنا لا نرجع؟ قال: فإن الله قال في جزاء الصيد: يحكم به ذوى عدل منكم، وفي الشقاق بين الزوجين فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. ناشدتكم الله، أتعلمون حكم الرجال في دماء المسلمين وإصلاح ذات بينهم أفضل أم في أرنب ثمنه ربع درهم أو في بضع امرأة؟ واستمر ينقض شبههم ويقيم الحجة عليهم حتى رجع عدد كثير منهم. فالشمس لا تخفى على مبصر، والمسك مهما صنت رياه فاح. ولولا قوة الحجة لما أفادت حجة القوة. لا أبلغ ولا أمضى في الرد على الانحرافات الفكرية القديمة والمعاصرة من نصوص الكتاب والسنة بفهم سلف هذه الأمة. فاقرأ كتاب الله جل تدبرا، واستمسكن بسنة وضياء، وإذا أتاك النص من خير الورى فاجعله فوق النجم والجوزاء.